مصر ابتدت تنتج 95,000 عربية، 95,000 عربية، منهم 30,000 من نيسان صاني. طب وليه نيسان صاني أنا مركز فيها؟ نيسان صاني نسبة المكون المحلي فيها 54%، ده نسبة مكون عالي جدا في عربية. 54% من نيسان صاني بتنتج منهم 30,000 عربية، ده حاجة مبهرة جدا جدا. وعندي ليك خبر في منتهى الروعة، إن في مصانع كبيرة ناويه تستثمر في مصر وناويه تفتح مصانع في مصر. نفس فكره انترلوب او مصنع انترلوب، ان هو عاوز يفتح فرع في مصر عشان يصدر المنتجات بتاعته. هو بالظبط بص على شركات العربيات عايزين يفتحوا في مصر كمان عشان يصدروا المنتجات بتاعتهم عن طريق قناه السويس بسرعه وايدي عامله رخيصه. وبص على نسبه البطاله هتقل ازاي عندك. بلاش، تعال بص على مصنع اوبو اللي هو موبايل، ماشي. في خلال ايام هيتم افتتاح المصنع ده، هينتج 5 مليون تليفون في السنه. اتكلم بقى على عدد فرص العمل، الناس اللي بتتعلم هناك. وخلي بالك لما المصنع بتاع تليفون بيفتح في مصر، انا مش عاوزك تحط في بالك ان التليفون ده هيتباع ب5 جنيه. التليفونات تبقى اسعارها واحده في كل بلاد العالم، عشان المفروض يعني ماشي، او ده العرف يعني. الايفون المفروض بيتباع في مصر زي ما المفروض بيتباع في امريكا. ممكن بقى التجار بيزودوا شويه، بس الايفون في الصين مثلا مش بيتباع بنص ثمنه بره خالص. بس انا بتكلم فيه ايه؟ ان لما يبقى عندك انت مصنع اوبو هنا، انت بتتكلم ان صيانه التليفون ده مضمونه، ان التوكيل بتاع التليفون ده ضامن التليفون في بلدك.